أعلى وسام عسكري عند المصريين القدماء هي قلادة الذبابة أو العفاف. قلادة العفاف دي النطق المصري لكلمة ذبابة. طيب إيش دخل الذبابة في إن أنت تكون قائد عسكري؟ لو أنتوا شفتوا استراتيجية الذبابة هتعرفوا إيه السبب. أولا، الذبابة مش هتمشي من مكانها غير لما تفعصها خالص. يعني لما تيجي تضرب الدبانة عشان تبعد عن الهدف لازم تضمن ان انت تكون سحقتها. يعني لو سبتها مثلا جناحها مخلوع، راسها معمولة، نزفت شوية، كل ده مش هيمنع الذبابة انها تصلح نفسها وتقوم تاني. جربوا كده هتعرفوا انا قصدي ايه. لازم تسحقها تماما وتخليها بسوى الارض علشان فعلا تموت. وده كانت صفة لازم تكون في العسكري وفي القائد العسكري، انه ما ينسحبش من اي معركة، وانه يفضل يقاتل لغاية لما هو ذات نفسه يتسحق تماما. فدي صفة كويسة في الذبابة. في صفة تانية في الذبابة، ايه هي؟ ان الذبابة لما بتيجي تنزل على هدف، مثلا انت هشتها، بتلف تلف وترجع تاني على نفس النقطة بنفس الاستراتيجية، بنفس الأبعاد، بنفس المقاسات، ما بتغلطش في هدفها أبدا. وده سبب ان احنا بنقول عليها زنانة، انها مش هتبعد عن الهدف. وكذلك الرجل العسكري والقائد لازم يكون زنان في ان هو يوقع الخصم بتاعه. فالذبابة المصري القديم كان عارف تكوينها، وكان عارف ميزاتها وعيوبها، فشاف انها اكبر مثال لشخصية العسكري الناجح. في ناس هتقول لي ذبابة يا نيرفانا، انتي بتقللي من المصريين القدماء، او شايفين المصريين القدماء بيعبدوا حتى الذبابة. اولا المصريين القدماء ما عبدوش الذبابه، هم شافوا ان الرمزيه دي كويسه ليهم. بجانب ان احنا عندنا في الدين بتاعنا الدين الاسلامي مثال لاياته، ضرب لنا البعوضه، وضرب لنا الابل، وضرب لنا العنكبوت، وضرب لنا النمل، وضرب لنا كائنات حيه كتيره جدا بيورينا فيها اياته. فما تسخروش من حاجه انتوا مش عارفين انها موجوده عندنا احنا برضه، لان دي ايه من ايات ربنا.